يا رسالة للعقول. اوكي يا قلمي هو لساني، لساني هو سلاحي، سلاحي ناطق بالأبجدية. نعم هويتي عربي الأصل، نعم أفتخر بذاتي. حريتي عبادتي لأوامر الإله، وكلما يزيد الغز وزيد من عنادي. مهما اشتد حيم الوطيس لن أركع لثقافة أعدائي. باق منتصب القامة حافظ لعرش الدادي، حتى إذا ما الحول ما ترفي يحرر أسفالي. أطلي السطور بالكلمات فتلتمع كالذهب الخالص. رسالتي هي تمامة للعقل الناقص. أخاطب العقول أنا أخاطب الأفكار. مبادئي بنى الجسور كل عليها صار. سقينا المجد من أجدادنا ولكن قد فرطنا. بعنا أمجادنا بثقافة غيرنا ارتبطنا. جثينا وانحنينا بعد أن كنا الصفوة. فمتى نفيق من سباتنا ونقف من هذه الكبوة؟ نعم ينسوا كل اشي بينهم ويطلعوا على الشارع، لأنه كل الناس زهقت خلاص وملت من القتال بينهم وهيك، فخلاص يعني بكفيهم لهون. إن شاء الله يعملوا يكونوا على مستوى إنه يتفقوا. هل أنت متفائل يعني؟ إلى حد ما. أسلافنا ضحوا وماتوا في جيوش قاهرة، وشباب اليوم يستلذ في قوام عاهرة. كلامهم أفعالهم صاروا في حال يرثى لهم، إلا من رحم ربي هذه فئات نادرة. أصبنا في خصالنا تمزقت عاداتنا، فصرنا نعوي كالذئاب ننهش في أجسادنا. السفينة تغرق ونحن نمشي كالقطيع. تصلبت عقولنا نقول ما لا نستطيع. في القدم كانت العروبة رمزا للقتال، وفي زماننا ترى رجال صاروا أشبه رجال. يمتطوا الأنوثة صاروا أنعم من النساء. حل الوباء أين الدواء؟ حقا اختلطت الحبال. لذة عصرية تضاجع الأفكار فينا، ارتوت من قتل النفس في نفوسنا. نسينا أن الدين واقد إذا نحن به احتمينا، لكن نحن قد غفونا في اللذات قد ارتمينا. أجل طب وليه ولحد امتى؟ لحد امتى؟ يبقى لازم يكون في يعني تصرف سليم وسريع، حل سريع للمشكلة دي. مفيش نتيجة حاسين بيها، والوضع هو زي من 10-15 سنة فاتت. المثل البلدي عندنا بيقول اقطع عرق وسيح دمه، سيح دمه، خلص الكلام. أجسد الواقع تجسيدا لا أتحدث من فراغ. هوايتي أن أعالج العاهات بالإبداع. إن الضمير إن سكت لضاع في صراع، يحكم عليه بالميت يقبل قبلة وداع. فما لكم تستغربون أيها المنافقون؟ ترون العرج بأعينكم ولا تتكلمون. إن كان الأمر منكرا ستعقدون اتفاق، وكان الصفقة في رذيلة تدخلون في سباق. نرى المسؤول لا يحاسب إطلاقا بما فعل، وهل يطبق نفس الحكم إذا المستضعف فعل؟ نعيش في كهوف أبقى لنا من الأمل، تحيطها هياكل تستاء من حكم البطل. طقوسها طقوس طيش تدمى بها المسامع، ترتضي بالذل قهرا حتى كثرت المدامع. نفوس أجرمت فأصبحت بدون قيمة، مهما ناضلت للعيش للأسف صارت عقيمة. Respond to this. The answer is you build a Muslim village in which the black and the white and the brown and the yellow all live together as one family. We can do it. Islam can do it. In fact, I have the good news for you tonight, that the project has already started in South Africa. Yeah, Military Ghost, aka MG, aka Sebastian. 2012 رسالة للعقول، رسالة للعقول.